أيضا يعني ذكرت في معرض حديثي أن هناك تجارة الأعضاء قامت بها إيران في سوريا، فكانت تأخذ البرادات للقتلى السوريين أو الشهداء السوريين نحسبهم كذلك إلى الساحل السوري، وتأخذ أعضاء هؤلاء أطفال أو رجال أو نساء أيا كان، تأخذ قرنياتهم، تأخذ كلاهم، تأخذ أكبادهم، قلوبهم وغير ذلك، وتوردها إلى طهران. فطهران منذ 4 سنوات أكبر مكان لتجارة الأعضاء في العالم على نفس النسق. يعني طهران طيب، يعني لما نتكلم على ميانمار بوذي بيعبد بوذا صنم، خلاف ما نتكلم على من تسمي وتدعي أنها جمهوري إسلامي تتاجر في أعضاء أهل السنة والجماعة من السوريين وتذبح فيهم هي وميليشياتها من حزب الله، عصائب أهل الحق، أبو الفضل عباس وغير ذلك. لما نتحدث عن هؤلاء البوذيين خلاف ما نتحدث عن إيران، لكن إيران أخطر طبعا والشيعة أخطر، هؤلاء المجانين المولعين بالدماء لأهل السنة والجماعة. في ميانمار استأصل مستشفى حكومي في ولاية أراكان بميانمار الأحشاء الداخلية لجثث تعود لأشخاص روهينجيين لقوا حتفهم إثر غرق قاربهم في أحد السواحل القريبة من عاصمة الولاية أكياب. وكان قارب بدائي يحمل على متنه ما يقرب من 50 روهينجيا تعرض قبل يومين إلى هجوم من قبل السلطات الميانمارية بتهمة تسلل مسلحين إلى داخل الولاية بعد ورود بلاغ كيدي من أحد رجال الاستخبارات الميانمارية. وأفاد مراسل وكالة أنباء أراكان ANA أن الجثث التي تم انتشالها من البحر أخذت إلى مستشفى أكياب الحكومي للكشف عليها قبل دفنها، لكن أهالي المتوفين فوجئوا بوجود عمليات جراحة بدائية على الجثث مما يؤكد إزالة أحشائها الداخلية، مضيفا أن السلطات تتاجر بأعضاء المسلمين الروهينجيين من دون إذن أصحابها في أخذ أعضائهم الداخلية. مش ده إرهاب؟ يعني لما 50 واحد يقطعوا أجسادهم وياخدوا ويتاجروا في أعضائهم، يعني مش ده إرهاب برضو ولا إيه؟ يعني موجه طبعا السؤال لمن يقفون خلف الحلف الصليبي. يعني معنا الدكتور صلاح عبد الشكور. دكتور برحب بك. اهلا وسهلا، حياكم الله. حياكم الله. كيف تقرأ هذه الحادثة يعني وما هي آخر التطورات لمعاناة هؤلاء؟ حقيقة الحكومة الميانمارية تمارس هذا العمل الشنيع ألا وهو سرقة أعضاء وإخفاء أشخاص يلقون بعد فترة من الزمن دون بعض أعضائهم. هذه الأخبار حقيقة منذ أمر بعيد، ولكن الجديد في الموضوع أن هذا الأمر كشف فترة، كشف من جثث لذلك تم يعني رميها في البحار وهي مفقودة في أعضاء كثيرة منها يعني. وهذا يعني نوع واحد فقط مما يواجهه مسلمو الروهينجيا في بورما في ميانمار، وإضافة إلى عشرات حقيقة حالات الاضطهاد التي يعني تصلنا يوميا. هذه الأخبار حقيقة يعني الآن ميانمار بدأت تستغرب، لا يوجد في العالم أي جهة تحاسبها على هذه الأفعال، وأصبح هؤلاء يعني الروهينجيا ضحايا لتجارة الأعضاء الآن. وقد وصلتنا أخبار في الوكالة قبل أيام عن حالات اختفاء لأشخاص في عمر معين يعني يعتقلون بعد ذلك لا يعلمون أين ذهب بهم وماذا فعل بهم. يعني حتى ناس اعتقلوا منذ أكثر من 2 سنين ولا يعلم عن مصيرهم. ونحن حقيقة يعني نتوقع أن هنالك حالات خطيرة جدا كسرقة أعضاء واستخدامها في بعض المستشفيات الميانمارية كما حصل الآن وأخذنا المراسل من هنالك، إضافة إلى أن هنالك يعني كثير مئات يعني معتقلين لا يعلم مصيرهم إلى أين ذهب بهم. طيب أستاذ صلاح، يعني الخطوات الأخيرة للتقليل من هذا الشر المستطيل لإخواننا الروهينجيين. نعم، لم أسمع. يعني الخطوات الأخيرة للتقليل، يعني قيل أن هناك خطوات اتخذت للتقليل من هذا الشر المستطير وهذه الهجمة التتارية البربرية على إخواننا الروهينجيين في ميانمار. والله بالنسبة للخطوات لم نرى في الأفق حقيقة أي خطوة، لأن هذه القضية قضية دولية كبيرة جدا. يعني أقلية تضطهد من الأكثرية، يعني المسلمون هنالك يشكلون
ممكن من 3 إلى 5% مقابل 95% من البوذية. فهذه القضية تحتاج إلى تدخل دولي، لذلك نحن نطالب دائما المجتمع الدولي بالتحرك في هذا المجال، ونطالب أيضا اتحاد آسيان لكي يتحركوا لإنقاذ المسلمين. الآن المسلمين يعني يبادون، ويعني حتى أصبحوا يلعبون بهم، إضافة إلى عمليات الاغتصاب التي يعني انتشرت هنالك من قبل البوذيين، واستخدام الوهنجيين كعمال سخرة يستفيدون منهم في الأعمال الشاقة وحفر الآبار وحفر الأنفاق دون مقابل سوى الطعام فقط. يعني هذه من الانتهاكات الصارخة حقيقة أستاذ العزيز، تحتاج إلى تحرك دولي لإيقافها. ما نستطيع نحن الروهينجا ونحن مشتتون في عدد من بلاد المهجر، ولا نستطيع أن نقارن يعني هذه الدولة الكبيرة التي يعني تمارس هذه الأشياء بخفية في منطقة يعني معزولة حتى عن العالم في ميانمار، وتمارس هذا الطغيان الكبير. طيب أستاذ صلاح، كنا قرأنا هنا تقرير للأمم المتحدة ذكرت فيه هذه المنظمة الأممية أن أقلية الروهينجيا هي أشد الأقليات اضطهادا في العالم. يعني نعم. طيب لماذا الصليبي أوباما ومن خلفه الصليبيين الحاقدين على أمة محمد لم يجيشوا الجيوش لهؤلاء وعددهم 10 ملايين، أصبحوا الآن 6 ملايين، يعني أبيد منهم 4 مليون على ما بدأنا نعم. القضية منذ عامين. لماذا لم يجيش الجيوش ضد البوذيين عبدة الأصنام الإرهابيين كما جيشها ضد داعش وغيرها؟ الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا تنظر لهذه القضايا التي تعاني منها أمتنا الإسلامية بنظرة مغايرة تماما، فالمصطلون بنار هذه الأحداث إذا كانوا مسلمين سواء في أفريقيا أو في أي دولة من الدول يعني لا يهمهم، لكن لو كانوا نصارى أو كانوا ديانات أخرى لحركوا يعني كل شيء ولا اتهموا هذه الدولة بالإرهاب. يعني حكومة بيرما الآن تمارس الإرهاب العالمي أمام العالم منذ سنوات طويلة، ومع ذلك يعني الجسور ممتدة والعقوبات رفعت عنهم الدولية ويمر يعني على ما يرام. وحتى هولندا قبل أيام يعني منحت بيرما منحة كبيرة جدا لزيادة الدعم التجاري والعلاقات التجارية. ولذلك أنا أقول نحن أمة الإسلام يجب أن نعي هذه الحقيقة، وهي أننا يعني نحن مستهدفون من وراء كل هذه التحركات ومن وراء كل هذه الاضطهادات والإبادات. طيب صلاح، سؤالي الأخير، يهتم العالم الإسلامي ببعض القضايا التي أقل في حجمها من إبادة أقلية الروهينجيا، يعني لماذا نشعر بفتور تجاه هذه القضية من العالم الإسلامي، وما هي رسالتك إلى هذا العالم؟ نعم والله حقيقة نشعر بالقصور، لأن نحن للأسف يعني أنا يعني أوجه اللوم إلى شعبنا أولا لقصورنا أولا في تحريك هذه القضية، ولكن لله الحمد في الفترة الأخيرة بدأنا نخطط جيدا للعمل، يعني عمل دولي عالمي وخاصة في مجال الإعلام للتوعية بهذه القضية ولإيصال صوت هؤلاء المظلومين إلى العالم. الأمر الآخر، وسائل الإعلام حقيقة العالمية تعاني من مشاكل في التواصل مع دولة ميانمار تفرض حظر إعلامي كامل لا يستطيع أي أحد أن يصل بسهولة إلى هذه المناطق، وخاصة إذا كانت ديانته مسلم. يعني هذه الإشكاليات، ولكن لا بد للعالم أن يتحرك، فهنالك قتل، هنالك إبادة، هنالك يعني عنصرية ضغيضة الآن تحرك يعني هذه الديانة ضد المسلمين. ولذلك رسالتي أنا أوجهها حقيقة لقادة العالم والمفكرين والكتاب والصحفيين والإعلاميين أن يعني يهتموا بهذه القضية ويولوها اهتماما يعني أكثر من هذا الذي نراه الآن، وحتى يعني أن هذه القضية تثبت في قضايا كبيرة. يعني قضيتنا أكبر من يعني أقصد يعني أقوى من قضية فلسطين على سبيل المثال، ولكن لم تجد الدعم يعني ولم تجد المؤازرة إلا في الشيء القليل البسيط الذي لا يحقق أي هدف. يعني نحن نريد تحريك الإعلام، نريد تحريك دوائر التأثير، نريد تحرك المنظمات الحقوقية والإنسانية لكي تقوم بواجبها أيضا في هذا المجال. الحمل حقيقة كبير علينا نحن الروهنجيين، وأيضا على أمة الإسلام وعلى كل مسلم يعني يعي قول الله جل وعلا إن أمتكم هذه أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون.
شكرا دكتور صلاح عبد الشكور، متحدث الإعلامي باسم مركز الروهينجي العالمي بمكة المكرمة. شكرا جزيلا لك. ورحم الله زمن المعتصم، فكم من امرأة في العراق قالت ومعتصماه ولم يسمع إليها أحد ولم يجير ولم يستجيب، وكم من امرأة سورية قالت ومعتصماه ولم نسمع إجابة ولا إجارة، وكم من امرأة في اليمن قالت هذا، وكم من امرأة في ماينمار وفي إفريقيا الوسطى وفي غير مكان من بقاع العالم الإسلامي السني، فلم نجد معتصما يرد عليها. فمتى يكون لأمتنا معتصما يعصم دماءها من ملل الكفر كافة؟ نخرج إلى فاصل، بعده نتواصل. وضيفنا الكريم الأستاذ علاء السعيد، أمين عام ائتلاف الصحب والآل، وزيارة الوفد الأزهري إلى الحوزات الشيعية في إيران.